السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم تالتة إعدادي. النهاردة هنحل امتحان 18 محافظة أسيوط صفحة 123 بكتاب الامتحان. قبل ما أبدأ معاكم حبايبي أتمنى الاشتراك في القناة والدعم باللايك وتفعيل زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم وعلشان أي فيديو أنزله يوصل لحضراتكم بكل سهولة. السؤال الأول معانا أولا الجغرافيا. أمامك خريطة لقارة استراليا، اكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. رقم 1 معانا على الخريطة دي جبال ايه؟ جبال الحاجز الكبير. رقم 2 إقليم مناخي إقليم البحر المتوسط. رقم 3 بحر يفصل استراليا عن جزر إندونيسيا، طبعا بحر أرافورا. رقم 4 دائرة عرض دي دائرة ايه؟ مدار الجدي. يبقى جبال الحاجز الكبير إقليم مناخي إقليم البحر المتوسط، بحر يفصل استراليا عن جزر إندونيسيا، بحر أرافورا، دائرة عرض مدار الجدي. السؤال ب اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. قارة تبدو في شكل أقرب إلى المثلث ويحدها شمالا البحر الكاريبي، دي قارة إيه؟ أمريكا الجنوبية. هضبة توجد في قارة أوروبا تشغل معظم دولة أسبانيا، هضبة المزيتا. سهول فيضية يتركز بها السكان بقارة أمريكا الجنوبية وتعرف في الأرجنتين بسهول البنباز، طبعا سهول لابلاتا. سهول بشرية تعرضت للهجرات الإجبارية القسرية للأمريكتين ضمن تجارة إيه؟ ضمن تجارة العبيد. هنقول سلالة بشرية تعرضت للهجرات الإجبارية القسرية للأمريكتين ضمن تجارة العبيد، دي السلالة الزنجية. السؤال ج بما تفسر قلة عدد السكان في المناطق الاستوائية في قارة أفريقيا. هنقول بسبب انتشار الغابات الاستوائية الكثيفة حيث البيئة الطبيعية القاسية وانتشار الأمراض. يبقى بسبب انتشار الغابات الاستوائية الكثيفة حيث البيئة الطبيعية القاسية وكمان وانتشار الأمراض. 2 تنوع الحياة النباتية في إقليم المناخ الجبلي. هنقول بسبب، هنكتب هنا بسبب ارتفاع السطح وكمية المطر. يبقى يرجع ذلك إلى ارتفاع السطح وكمية إيه؟ المطر. السؤال اللي بعد كده معانا رقم 3 زيادة عدد كبار السن في الدول المتقدمة مقارنة بالدول إيه؟ بالدول النامية. هنقول بسبب التقدم في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية. يبقى بسبب التقدم في مجالات الخدمات الصحية وإيه؟ والتعليمية. السؤال 4 ندرة وجود سلالات نقية في الوقت الحاضر. هنقول بسبب انصهار السلالات واختلاط الصفات الطبيعية التي تميز كل سلالة عن الأخرى. يبقى هنقول بسبب انصهار السلالات واختلاط الصفات الطبيعية التي تميز كل سلالة عن الأخرى. السؤال اللي بعد كده معانا 2 صوب ما تحته خط. تعرف جبال الألب في شمال أسبانيا باسم جبال البرانس. تنمو الغابات النفطية في إقليم مناخ غرب أوروبا. يفصل قارة أفريقيا عن قارة أوروبا البحر المتوسط. ينتمي سكان غرب ووسط أوروبا إلى المجموعة إيه؟ الألبية التابعة للسلالة إيه؟ القوقازية. روسيا من الدول ذات الرعاية الطبية الفائقة. السؤال ب تؤثر الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها السكان في توزيعهم من منطقة لأخرى. في ضوء هذه العبارة أجب عن الأسئلة الآتية. إلى أي مستويات الدخل ينتمي كل من باكستان ودول شرق أوروبا؟ هنقول باكستان دول ذات اقتصاد زراعي منخفض. واما معانا ايه تاني؟ دول شرق اوروبا دول ذات دخل اقتصادي فوق المتوسط. يبقى باكستان دول ذات اقتصاد زراعي منخفض، اما دول شرق اوروبا دول ذات دخل اقتصادي فوق المتوسط. السؤال اللي بعد كده معانا دلل على صحة العبارة الآتية. هناك عدة عوامل مؤثرة في معدل الوفيات في العالم. يبقى لما يقول لك دلل هناك عدة عوامل مؤثرة في معدلات الوفيات في العالم.
هنقول حيث تتمثل العوامل في مستوى السكن والتغذية والخدمات الصحية العامة، فنجد أن معدلات الوفيات تقل فيها الدول التي تراعى مستويات الوقاية الصحية وحماية البيئة من التلوث، ومعدلات الوفيات تزداد فيها الدول التي تقل فيها الرعاية الصحية وتنتشر فيها الأمراض. والحروب والكوارث الطبيعية تؤدي إلى إيه؟ زيادة معدلات الوفيات كالجفاف والزلزال. تاني، حيث تتمثل فيه مستوى السكن والتغذية والخدمات الصحية العامة، فنجد أن معدلات الوفيات تقل فيها الدول التي تراعى مستويات الوقاية الصحية وحماية البيئة من التلوث، ومعدلات الوفيات تزداد فيها الدول التي تقل فيها الرعاية الصحية وتنتشر فيها الأمراض. والحروب والكوارث الطبيعية تؤدي إلى إيه؟ زيادة معدلات الوفيات. الحروب والكوارث الطبيعية، الكوارث طبعا الطبيعية كالجفاف والزلازل، والحروب انتوا عارفينها طبعا. السؤال ج، ما الآثار الناتجة عن زيادة عدد السكان في معظم دول آسيا؟ هنقول أدى ذلك إلى مشكلات عديدة، منها 1 نقص الغذاء، قلة نصيب الفرد من الدخل القومي، انخفاض مستوى المعيشة، وجود هجرات غير شرعية تتجه معظمها إلى الدول المتقدمة مثل دول إيه؟ مثل دول أوروبا. يبقى أدى ذلك إلى مشكلات عديدة، منها نقص الغذاء، قلة نصيب الفرد من الدخل القومي، انخفاض مستوى المعيشة، وجود هجرات غير شرعية تتجه معظمها إلى الدول المتقدمة مثل دول أوروبا. ما الآثار الناتجة عن اقتراب جبال الإنديز من ساحل المحيط الهادي؟ هنقول أدى ذلك إلى ضيق السهول الساحلية في غرب قارة أمريكا الجنوبية. يبقى أدى ذلك إلى ضيق السهول الساحلية فين؟ في غرب قارة أمريكا الجنوبية. انسب كل منطقة مما يأتي إلى الإقليم المناخي السائد في كل منهما. حوض الكونغو الإقليم المناخي الاستوائي وشبه الاستوائي. شمال اليابان الإقليم المناخي المعتدل البارز شرق القارات اللي هو الإقليم اللورنسي. يعني أنا يا مس ممكن أكتب الإقليم اللورنسي بس عادي وهتتحسب الإجابة صح. يعني أنا ممكن أكتب المعتدل البارز شرق القارات طبعا كده أو كده الإجابة صح، بس لازم تكون عارف إن المعتدل البارز شرق القارات هو الإقليم برضو اللورنسي. ثانيا معانا التاريخ، من يكون أخضع الحجاز للنفوذ وتحالف مع الشيخ ظاهر العمر؟ علي بك الكبير وضع نفسه تحت حماية إنجلترا وفرنسا، وأسند الوزارة إلى رياض باشا الخديوي توفيق. لجأ للاستدانة من المربيين مقابل سندات إيه على حساب الخزانة المصرية سعيد باشا. يبقى لجأ للاستدانة من المرابين مقابل سندات على حساب الخزانة المصرية سعيد باشا. وزير خارجية بريطانيا الذي تفاوض مع عدل يكن باشا رئيس الوزراء المصري كيرزيون دعا إلى رفض اتفاقية الحكم الثنائي في السودان عام 1899. مين؟ مصطفى كامل. يبقى 1 علي بيك الكبير، 2 الخديوي توفيق، 3 سعيد باشا، 4 كيرزيون، 5 مصطفى كامل. ب، ما العلاقة بين الحملة الفرنسية وتاريخ مصر القديم؟ هنقول كان من نتائج الحملة الفرنسية على مصر اكتشاف حجر رشيد 1999 الذي ترتب عليه التعرف على التاريخ المصري القديم. يبقى كان من نتائج الحملة الفرنسية اكتشاف حجر رشيد الذي ترتب عليه التعرف على التاريخ المصري القديم. السؤال اللي بعد كده معانا 2 قناة السويس واحتلال الإنجليز لمصر عايز إيه العلاقة؟ هنقول قامت إدارة شركة القناة بالتواطؤ مع الإنجليز وسمحت للسفن البريطانية باجتياح قناة السويس دون مراعاة لوضعها بالنسبة للملاحة الدولية، مما كان سببا في تسهيل احتلال الإنجليز لمصر عام 1882. يبقى قامت إدارة شركة القناة بالتواطؤ مع الإنجليز وسمحت للسفن البريطانية باجتياح قناة السويس دون مراعاة لوضعها بالنسبة للملاحة الدولية، مما كان سببا في تسهيل احتلال الإنجليز لمصر عام 1882. السؤال اللي بعد كده، ما النتائج التي ترتبت على العزلة التي فرضها العثمانيون على مصر من
هنقول ترتب على ذلك أن اتسمت الحياة الفكرية والثقافية بالجمود والتخلف، مما أدى إلى اهتزاز مكانة الأزهر العلمية في ذلك الوقت، ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية والرياضية والطبيعية، ولكن كان هناك اهتمام بالعلوم الشرعية، وكمان وتدهور الحياة الأدبية وانتشار الجهل والدجل والشعوذة والخرافات. يبقى ترتب على ذلك اتسمت الحياة الفكرية والثقافية بالجمود والتخلف، مما أدى إلى اهتزاز مكانة الأزهر العلمية في ذلك الوقت، ولم يعد هناك اهتمام بالعلوم العقلية والرياضية والطبيعية، ولكن كان هناك اهتمام بالعلوم الشرعية، وكمان وتدهور الحياة الأدبية وانتشار الجهل والدجل والشعوذة والخرافات. قيام الخديوي إسماعيل بإقصاء الوزيرين الأجنبيين من الوزارة المختلطة. هنقول ترتب على ذلك قيام الحكومتين البريطانية والفرنسية بالضغط على السلطان العثماني، فأصدر فرمان بخلع الخديوي إسماعيل وتولية ابنه توفيق عام 1879. طب السؤال 3، من النتائج التي ترتبت على ثورة القاهرة الثانية ضد الفرنسيين عام 1800؟ هنقول ترتب على ذلك أو أدى ذلك إلى أخمدت القوات الفرنسية الثورة ودمرت حي بولاق، واشتد كليبر في فرض الضرائب ومصادرة الأموال. يبقى أخمدت القوات الفرنسية الثورة ودمرت حي بولاق واشتد كليبر في فرض الضرائب ومصادرة الأموال. السؤال 4، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. انتصر العثمانيون على الصفويين في معركة جيل دينار عام 1514، صح. أنشأ محمد علي ترسانة بحرية في أسوان لصناعة السفن، طبعا خطأ. تضمنت اللائحة الأساسية التي عرضها شريف باشا على مجلس النواب حق المجلس في مناقشة الميزانية، خطأ. تحولت العلاقات المصرية والبريطانية بعد معاهدة 1936 ميلادية من علاقة تحالف إلى احتلال، طبعا خطأ. أدت سياسة الخديوي إسماعيل إلى زيادة التدخل الأجنبي في شؤون مصر المالية، طبعا صح. السؤال اللي بعد كده ب، إدراك محمد علي أن نهضة مصر لن تتحقق إلا من خلال بناء دولة قوية. في ضوء هذه العبارة أجب عن الأسئلة الآتية: ما الأساليب التي اتبعها محمد علي للتخلص من المماليك؟ والسؤال ده مهم. هنقول حيث قام بحرمانهم من تولي المناصب الرفيعة في الدولة ومطاردتهم في كل مكان وتدبير مذبحة القلعة. يبقى حيث قام بحرمانهم من تولي المناصب الرفيعة في الدولة ومطاردتهم في كل مكان وتدبير مذبحة القلعة. السؤال 2، ماذا كان يحدث إذا لم يتمكن محمد علي من ضم السودان؟ والسؤال ده برضو مهم. لم يمتد النفوذ المصري إلى جنوب السودان، ولم يتم إنشاء مدينة الخرطوم، ولم يتم اتخاذها كعاصمة، ولم يتم اكتشاف منابع نهر النيل. السؤال اللي بعد كده معانا 3، دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية: اتخذ محمد علي سياسة زراعية تهدف إلى توفير أكبر قدر من الدخل من الإنتاج الزراعي. هنقول حيث قام بتزويد الفلاحين بكل ما يلزم الزراعة وإدخال أساليب حديثة وغلات زراعية جديدة، وأنشأ مدرسة للزراعة واستخدام الخبراء الزراعيين من الخارج، وتحسين طرق الري فقام بحفر ترعة المحمودية، وأنشأ العديد من القناطر على النيل وأهمها القناطر الخيرية. السؤال ده مهم جدا يا سنة تالتة وسؤال متكرر في الامتحانات. هنقول حيث قام بتزويد الفلاحين بكل ما يلزم الزراعة وإدخال أدخل أساليب حديثة وغلات زراعية جديدة، وأنشأ مدرسة للزراعة واستخدام الخبراء الزراعيين من الخارج، وحسن طرق الري فقام بحفر ترعة المحمودية، وأنشأ العديد من القناطر على النيل وأهمها القناطر الخيرية. السؤال 4، بما تفسر فشل القوات الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد؟ على فكرة السؤال ده برضو مهم جدا، تقريبا الأسئلة دي اللي هم ال5 أسئلة دول مهمين جدا. هنقول بسبب اتباع أهالي الصعيد حرب المناوشات والمعارك المتفرقة التي أنهكت
قوة الفرنسيين نظرا لطول الوادي. يبقى بسبب اتباع أهالي الصعيد، اتباع إيه؟ أهالي الصعيد حرب إيه؟ المناوشات والمعارك المتفرقة التي أنهكت قوة الفرنسيين نظرا لإيه؟ لطول الوادي. السؤال رقم 5 وده آخر سؤال معانا. ما رأيك في موقف الشعب المصري في دستور 1930؟ رأيك إيه بقى؟ رأيك بمعنى مع ذلك أو ضد ذلك أو أيد ذلك أو لا أيد ذلك، بس لازم تكتب السبب. يعني لو كتبت مع ذلك هتكتب ليه، كتبت ضد ذلك هتكتب برضو ليه. لازم السبب لاختيارك أو لرأيك. رأيك مع ذلك، مع ذلك ليه بقى؟ هتقول لأن أو أن أهو أن الشعب المصري عارض الدستور وقام بالعديد من المظاهرات لإلغائه لأنه إيه؟ أهدر سلطة الأمة وحقوقها وأعطى الملك مزيدا من السلطات، فاضطر الملك فؤاد الأول إلى إلغاء دستور 1930 وإعادة دستور 1923. وممكن تقول مع ذلك لأنه أهدر سلطة الأمة وحقوقها وأعطى الملك مزيدا من السلطات. يعني ممكن تكتفي بالإجابة دي، مش لازم تكتب كل ده. يعني ممكن تقول مع ذلك ليه؟ لأنه أهدر سلطة الأمة وحقوقها وأعطى الملك مزيدا من السلطات. عايز تكتب الإجابة زي ما أنا كاتبة كده، أن الشعب المصري عرض الدستور وقام بالعديد من المظاهرات لإلغائه لأنه أهدر سلطة الأمة وحقوقها وأعطى الملك مزيدا من السلطات، فاضطر الملك فؤاد الأول إلى إلغاء دستور 1930 وإعادة دستور 1923. حافظ زي ما أنا كاتبة كده أو فاهم زي ما أنا كاتبة كده؟ تمام، اكتب. عايز تختصر الإجابة زي ما قلت لك برضو اختصرها وإجابتك هتكون صح 100%. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا. يا رب أكون أفدتكم حتى لو ب1%. لو كنت استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك، لأن اللايك بيرفع الفيديو على القناة زي ما أنت استفدت تساعد إن زميلك يستفاد. مع السلامة بناتي وأولادي الأعزاء، إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد.